السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده وانتم تشوفوا هذا الفيديو. من قبل ما نبداو الحباب نصلوا ونسلموا على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. صحه رمضانكم، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا. اليوم الوصفه تاع اليوم خياتي، جبت لكم وصفه تاع مطلوع الكوشه، جا بزاف خفيف. انا هذه طريقتي، اليوم نديروه بالفارينه، وخطره اخرى ان شاء الله نديرو لكم بالسميد. جا هايل البنات، طريقه سهله بسيطة. ديري مطلوع على قانيه، راكم تشوفوا كيفاش جا كي القطن وخفيف ريشه البنات، يعني جا هايل. انا طيبته في الكوشه، وانتم الا حبيتوا طيبوه في الطاجين كيما حبيتوا. دومونداتو وحده مشتركه من عندي، قالت لي وري لي طريقتك في المطلوع، راني درتها لك اختي، ان شاء الله تكوني تشوفيها. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم، واذا عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. ونروحوا على بركه الله نبداو نخدموا المطلوع تاعنا. هنا في جفنه، حطيت الجفنه تاعي فوق الطابله، حطيت عليها 600 غرام تاع الفارينه، يعني رطل زيدوا عليه شويه. هنايا راكم تشوفوا راني نحط في الفارينه، نزيد عليها نتوما البنات الكميه اللي حبيتوا ديروا، اللي حبت دير اكثر من الكميه تاعي دوبلي المقادير. نزيد عليها هنايا البنات مغرفه صغيره، مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، ومغرفه ممسوحه تاع السكر. نزيد عليهم نص مغرفه صغيره كبيره تاع الملح، نديرها من الجهه مليح باش ما يتخلطوش الملح مع الخميره. نخلطهم هكذا، ونبدا نطمن على الفارينه تاعي بالماء يكون دافي. الماء لازم يكون دافي خياتي، ما يكونش سخون، على خاطرش الماء سخون يخسر لكم الخميره وما تنجحوش في المطلوع تاعكم. نبدا نضيف الماء حتى نتحصلوا على قوام ما يكونش يابس وما يكونش يعني طالق روحه بزاف. دوك تشوفوا القوام اللي نتحصل عليه. هنايا راني غير نطم بصباطيه، ما رانيش نعجن ولا. شوفوا خياتي، هذا هو القوام اللي نتحصل عليه. عجينه تكون طريه بزاف، ما تخافوهاش خاطرش حتعاود تحكم روحها. نجيب طرشون ولا ساشي، نغطي هذا الخليط، هذا العجين تاعي، ونخليه يريح ويعاود يطلق روحه. كما راكم تشوفوا بعد هنايا خليته واحد 5 دقائق برك، ما خليتوش بزاف. نبدا نخدمه هكذا، نعاون يدي بالماء. هنا بدلت البلاصه باش نخدم آلس. نبدا نخبطه بهذه الطريقه. هذه الطريقه تاع الخبيط البنات تعاون العجينه تاعنا كي اللي راني نعجنها، ومنطون راني ندخل لها الهواء. نعاود نجيب الطرشون هنايا ونغطيها ونخليها هاد المره واحد 4 ساعه تعاود تخمر لي ويدوب لها الحجم تاعها. هنايا بعد ما خمرت لي راكم تشوفوا، نعاون دائما يدي بالماء، لازم البنات تعاونوا يديكم بالماء، ونزيد نخبطها. راكم تشوفوا كل ما راني نخليها ترتاح وتخمر راهي تولي لي العجينه تاعي ليس. هنا نزيد ندير يدي في الماء ونزيد نعجنها شويه بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، ونخليها ونغطيها ونعاود نخليها تخمر لي للمره الثالثه. هنا بعد ما جازت مده ثانيه واحد 5 دقائق هكذاك، خلينا ندير يدي في الماء ونعاود نخبطها للمره الرابعه. البنات هنايا كل ما خبطتوها وكل ما درتوا عاودتوا هذه الطريقه تحصلوا على مطلوع خفيف وهشيش ويكون يعني هايل. هذه هي المره الاخرى البنات. هنايا ما نزيدش نخسر لها الخمور تاعها، نخليها بهذه الطريقه. راكم تشوفوا خمرت لي، جبت سنيوات اللي حنخدم بهم، اللي حنقرص فيهم العجينه تاعي، درت لهم بابي كويسون، وجبت سميد هنايا يكون رطب، ندير طبقه تاع سميد، ونبدا نعاود ندير يدي في الماء ونقسم كميه تاع العجين بلا ما نخسر لها الخمور تاعها كما راكم تشوفوا. نديرها في سميد ونبدا ندخل لها كامل هذوك الاطراف حتى نتحصل على كره بهذه الطريقه. نديرها كامل في هذاك السمسل، حنا نقولوا له السمسل، قولوا لنا في التعليقات البنات كل وحده واش يقولوا له هذا السميد كي يبداو يديروه في المطلوع. نحطها في سنيوه ونحطها بجيه، ونزيد ندير معكم واحده اخرى. دايما نعاون يدي بالماء
ونقسم كميه. انا هاد الكميه درت لي 3 مطلوعات، بصح راكم تشوفوا البنات ماشي كبار، راهم يبانوا لكم برك كبار، هما ماشي كبار، يعني اللي حبت ديرهم كبار يجوها زوج. بهذه الطريقه. ونزيد نكمل اللي بقات لي، واللي بقات لي راني زرب الفيديو باش ما يجيكمش طويل. يعني طريقة سهلة وتقدر أي وحدة ديرها وتنجح فيه، يعني ماشي حاجة كومبليكي. هنايا بعد ما كملتهم ما حش نقرصهم ديريكت، غطيتهم وخليهم واحد 5 دقائق يطلقوا روحهم، على خاطرش الا رحت ديريكت قرصتهم ماش حنقدر، راح تولي لي العجينة تما ماش تتحلي بالخف. هنايا نعاون يدي بسميد ونبدا نقرص في المطلوعات تاعي بهذه الطريقة. انا في هذا الوقت خياتي كنت شعلت الفور تاعي، الكوشه تاعي شعلتها ودرت فيها طاجين، على خاطرش حنطيبهم في الطاجين بصح في الفور. نخليهم هنايا نغطيهم ونخليهم يخمروا لي مليح. دوك نوريكم الطريقه اللي تعرفوا باللي المطلوعات تاعكم خمروا. نخليهم واحد 4 ساعة ولا على حسب يعني درجة الحرارة تاع المطبخ تاعكم. راهو هادو اليامات شوية البرد صح، يعني في برا راهو دافي الحال، بصح في الدار راهو بارد. شوفوا هذه الطريقة اللي تعرفوا بلي المطلوع تاعكم خمر، تضغطوا هكذا عليه بصبعكم الى عاود تطلع لكم، يعني الخميره تاعكم المطلوع تاعكم راه واجد باش تبداو طيبوه. كما قلت لكم هنايا كنت شعلت الكوشه تاعي ودرت فيها الطاجين. لازم هذا الطاجين يكون سخون بزاف. شعلتها من التحت، نحط المطلوعات تاعي هكذاك بالبابي كويسون، نثقبها في الوسط وندخلها ونخليها يعني. شوفوا البنات هنايا بعد ما تنفخت لي نعاود في هذه المرحله نطفيه من التحت ونشعللها من الفوق. يعني اللي عندها كوشه تشعل من الفوق ومن التحت ومنطو تشعللهم في زوج. نخليها تحمر لي ونتحصل على هذه النتيجه اللي راكم تشوفوا فيها هنا. اللي ما حبتش البنات تطيبها في الكوشه، تطيبها في الطاجين ثاني تجيها هايله. يعني راكم تشوفوا جا طالع وخفيف، يعني ريشه ما فيش كامل اللفتات، يعني ما تشوفوش بلي هكذا راه خشين، ولا راكم تشوفوا جا كي القطن، يعني جا هايل. انا هذه الطريقه اللي معتمدتها باش ندير المطلوع. راكم تشوفوا جا روعه. نتمنى تعجبكم طريقتي. نقسم لكم وحده تشوفوها كيفاش جات لداخل. جا خفيف هايل البنات. يعني ديروه في الدار، من الاحسن ديروه في الدار خير مما تشروه من برا. طريقه سهله وبسيطه واي وحده تقدر تخدمه. راكم تشوفوا النتيجه تاعو خياتي. نتمنى الوصفه تاع اليوم خياتي تكون عجبتكم، واذا عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي جيم وما تنسوش تخلوا لي تعليق محفز. يعني هذه القناه قلت لكم شحال من مره تطلع بكم وتهبط بكم. نتمنى تدعموني باش نوصلوا اموا 50 كا ما قبل ما يخلص ان شاء الله رمضان. دعوتكم لنا بالنجاح. صحة فطوركم وصحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله يا ربي تصوموه بالصحة والهنا ودمتم في رعاية الله، ونتلاقوا ان شاء الله في وصفات واحد اخرين، وبقاو على خير.